السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم جاتو الشوكولا المفضل عندي اللي هو سابلي سنيكرز، محل نبدلو خاصة في المناسبات والأعياد. يجي مقرمش من برا والذوق تاعو مختلف ومميز بزاف. نتمنى تجربوه وتشاركوا معايا رأيكم. نبداو أولا بالعجينة. حضرت كمية صغيرة وخرجت لي 22 حبة بالضبط. في بول نحط 125 غرام مارغرين طرية، نص كاس سكر ناعم، ربع كاس زيت، بيضة كاملة، قرص ملح ولافاني. نخلط كلشي بالخلاط اليدوي مليح، ومن بعد نزيد 4 كاس كاكاو بني. اختاروا نوعيه مليحه لانه هو اللي يعطي نكهه خاصه. نزيد 4 كاس كاوكاو ونخلط مره اخرى حتى يمتزج كلشي مليح. الكاس اللي قصت به يرفد 240 مليلتر. من بعد نلم بالفارينه اللي ضفت لها نص ملعقه صغيره خميره الحلويات حتى نتحصل على عجينه طريه وما تتلاصقش. نبدأ نبسط العجينة فوق ورق بلاستيك لسمك حوالي 5 ملم، ثم نطبعها بالمول أو القوالب اللي تحبوها. بعد ما كملت الكمية ندخلهم للفرن يطيبوا وريحتهم تشهي قبل حتى ما نبدأ التزيين، والأحلى فيهم أن الشكل ما يتبدلش بعد الطياب. هنا نمر للتزيين. نلصق الحبات بيناتهم بشوكولاتة الطالي. من بعد نزين بالنسلي كراميل اللي حضرته وراح نشارك معكم بإذن الله الطريقة، ونضيف الجوز اللي يعطي قرمشة روعة. وفي الأخير نقلاسي بالشوكولاتة الذيباء في حمام مائي. وشوفوا النتيجة، صابلي فاخر يذوب في الفم وطعمه غني ومليان نكهات، يشبح الطاولة بزاف خاصة في المناسبات ويخلي الشكل ديال الضيافة راقي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.